ورا صاحبي والله. بنورك يا اخويا، انت عامل ايه يا معلم؟ اتفضل يا حبيبي. تسلم ايدك يا فلوس. اتفضل يا أوسع. تسلم ايدك يا خلود. ايه ده؟ في ايه اللي انت عملته ده؟ عملت ايه؟ في يا خلود انت جننتي ولا ايه؟ جننت؟ بيمسك ايدي. في يا خلود اللي بتقوليه ده؟ سبت ايدك. ايه اللي انت بتقوليه ده يا خلود؟ ده صاحبي انت عقلي؟ يا خلود بيجي لي على طول وصاحب عمري. قلت لك ما قلتش 100 مرة، مش أول مرة. مش أول مرة. بس خرفت خلاص. ولا ايه؟ أول في ده يا ريت. خلاص غرفة داهية. اقعد يا عم كده والله ما هتمشي. اقعد. انت مجنونة يا خلود ولا ايه؟ فاضل غرفة 60,000 داهية. لا مش هاخد 60 داهية. خلود عملها مرة واثنين وثلاثة وما اتكلمتش. ما تتجننيش. شغل البيت مش هتقرفيني عليه. فاضل غرفة 60,000 داهية. يلا أنت شايف كده؟ غرفة 60,000 داهية يا عم اللي بتعمليه ده. مش عايز أعرفك تاني. بالك منظرك. انا ما لمستها، ما مسكتهاش اصلا ولا لمستها. حقك عليا، انا عارف روح انك عمرك ما تعمل كده. انا ما اعرفش، انا حاسس ان انا سببت لك مشاكل. لا يا والله عم مش مش يا ولا عم. مشاكل ولا حاجه. انت عارف لا لا شغل لا البيت لا يا لا. ابني اصبر. انت عارف ان شغل البيت مقرف وبتاع وفي خنقه والكلام ده. ليه البلا؟ طيب تتبلى عليا ليه؟ انا ما عملتلهاش حاجه. خلاص يا تلاقي بس تهزر كده. انا اشوفك مش هتلاقي مخنوقه من حاجه بس. لا تتبلى عليا يا نور. لا يا امسك عم مرات مفيش أي حاجة. مرات، ده انت اخويا يا نور. امسك ايديها يعني يا نور. يا عم امسك ايدين مرات اخويا يا نور. لا يا عم عارف يا عم انت عمرك ما تعمل كده. عمرك ما تعمل كده يا نور. خش بسرعة. يا نور. خش. في ايه طيب؟ بقول لك انزل بس. يا نور. كلمش خالص. يا خلود، هو نور فين؟ نور مش موجود. راح فين؟ نزل. نزل؟ هو انت مش عارف ان هو مش هنا؟ لا، اصل هو كان مكلمني وقال لي تعالى على البيت. ما هو بقى نزل. روح له. طب لا انا مش عارف هو راح فين. بس بقول لك يا خلود، اتفضل. هو انت مع نور متفاهمه وكده وانتوا الاتنين مع بعض كويسين؟ ليه هو قال لك حاجة غير كده؟ لا مش قال لي، انا بسأل بس. كويسين جدا. اصل الصراحه يا خلود، انا يعني لما بشوفك بحس بشعور كده، وان انا يعني ان انا من الاخر كده انت ما تستحقيش نور. يعني انت جاي تقول لي الكلام ده ومش خايف من صاحبك اللي بياكل معاك عيش وملح ومدخلك ومأمنك؟ لا مش خايف. هخاف ليه؟ وبعدين عادي يعني. انت لو كلمتيه واللي انت مثلا كل حاجه بينكم نصيب، مفيش حاجه متى. والله في ايه؟ هو انت اخترعت ده من دماغك وألفت وانت قاعد كده، فانت جاي تكلمني في الكلام ده المفروض ان انا انفذه؟ مش تنفذيه. هو انت فكري، مش حكايه تنفذي. وبعدين يا فكرت خلود، وانا مرتاحة جدا. طب يا خلود، وبعدين انا معجب بيكي، وبصراحه كده كل ما اشوفك بحس باحساس غريب تجاهك. كل مره كنت باجي هنا وبشوفك ببقى عايز اكلمك، ببقى عايز اقعد معاكي. يا ابني انت عارف انت معناها ايه ان انت تخش بيت صاحبك تبقى عايز تكلم مراته؟ يا بنتي عادي، فيها يا ابني ايه؟ ده كفايه ان هو مأمنك، ده بياكل معاك عيش وملح، ده ما بيدخلش حد غيرك. انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ طيب فيها ايه؟ عادي يعني، ما فيهاش حاجه. وبعدين انا عايز يعني انت عايز ايه من الاخر؟ طب احنا نخرج، ايه رايك نخرج مكان ونتقابل ونتكلم فيه؟ يعني انت يا اوسع عايزني اخرج انا وانت؟ يا لهوي. عادي. روح يا اوسع شوف نور فين ونبقى نتكلم في الموضوع ده بعدين. طيب ماشي. طب خلاص، اكتبي لي رقمك على التليفون وانا هكلمك. عينيا بس كده. خلاص تمام، انا هكلمك تاني. تمام. وهشوف نور كده فين وهبقى اجي. تمام. تبقى تيجي ان شاء الله. بس لما اكلمك ما يبقاش نور موجود. لا طبعا هكلمك ونور قاعد يعني. تمام. وانا كده هبقى اكلمك واقول لك على الميعاد اللي احنا هنتقابل فيه. تمام. يلا، عايزه حاجه؟ سلامتك. سلام. فو عليك. صاحبي اقسم بالله انا ما تخيلت. انت ما صاحبي تتكلمش، معاك كده. انت ما تتكلمش. انا جيت قلت لك مره واثنين وثلاثه وعشرة تقولي ده اخويا ما كنتش مصدق. اخويا. ما كنتش مصدق. كدبتني واتخانقت معايا بسببه. بص كل حاجه اتعرفت، ودلوقتي انا كتبت له رقم بس مش الرقم بتاعي، رقم مقفول. فعلا. عشان لو انا عايزه اعمل حاجه من وراك كنت عملتها. انا بجد مش مصدق. اقسم بالله ما هسيبه يوم واحد. اللي هفضحه في وسط اصحابه كلهم.
وهوصل لهم ان الواد ده ازبل من الزباله. ليه صاحبك؟ صاحبي دي غلطتي، انا فعلا غلطان انا استاهل. انزلي روحي عند امك، انت صاحبي جاي. اقعدي في شعرك عادي، ده اخويا. وانت تعمل وشك كده ويبص بصات، انت المفروض ما تفهم. كنتش متخيل، اقسم بالله ما كنت متخيل لحظه واحده ان هو يبص لي. صاحبي ده عيش وملح. الله يحرق العيش والملح اللي معاك يا جدع. اقسم بالله انا متخيل لحظه بني ادم زباله زي ده. انا والله مش زعلانه، وربنا ما هسيبه لحظه واحده. انا مش زعلانه غير الواد عليك ده انا انت. هنسفه على وش الدنيا وهفضحه وهشرده وهقلب الدنيا عشان خاطر الموقف ده انا مش قادر انساه. طب دلوقتي هو عايزني انا وهو نقعد في كافيه، ما سمعتش؟ مش عايز اسمع ولا كلمه، خلاص انا هتصرف على كل حاجه. والله ما زعلانه غير عليك انت. وربنا لا يندم اليوم اللي عرفني فيه، اخليه يندم ندم ابن كلب.